بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مكملين في رحلتنا مع تخيل لو نزل القرآن الكريم في عصرنا هذا. اتكلمنا في الفيديو اللي فات أو الفيديوهات اللي فاتت عن أحبار اليهود، وإن علماء السوء حاليا تمام ماشيين على خطى أحبار اليهود بالظبط في التدليس والكذب والتبديل والتحريف وكتم الدين، وأثبتنا ده بالأحاديث وبالآيات القرآنية في الفيديو اللي فات. والنهاردة هنكمل وهنزود حاجة مهمة بقى في الفيديو ده. هنزود حاجة مهمة في الفيديو ده، مشكلة وقعوا فيها بني إسرائيل وربنا ذكرها لنا في القرآن عشان ناخد بالنا. يا جماعة زي ما قلت لكم دايما حط في دماغك القرآن مش كتاب تاريخ. القرآن مش كتاب تاريخ، كل آية مذكورة في القرآن ليها هدف. كل آية مذكورة للقرآن في القرآن ليها معنى وليها أبعاد. يعني تخيل انت، انا مش عارف اللي بيسمعني دلوقتي، تخيل وانت في الكليه او انت في الثانويه العامه زي ما بتيجي تمسك الماده كده وتذاكر ما بين السطور وتشوف السؤال ممكن يجي لك منين والكلام ده. دي ماده عمرك. الماده دي انت لو سقطت فيها خلاص. دي الماده دي ما ينفعش تسقط فيها. الماده دي انت لو سقطت فيها خلاص خسرت كل حاجه. انت لو خسرت كل حاجه وكسبت الماده دي خلاص انت كده فزت، نجحت. وربنا اللي بيقول، ربنا اللي بيقول هو ده الفوز العظيم. تمام. فهبدأ بقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فسرت الآية 53. وقوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. سورة الأنعام 104. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الآية 38 سورة البقرة، مكملين في سورة البقرة. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا ربنا قال لبني آدم، قال لآدم وزوجته حواء انزلوا. تمام. وهينزل مني هدى، فمن اتبع هدايا ليك انت يا آدم ومن وبني آدم. تمام. وأبناء آدم كلهم، كل البشرية كلها. فمن اتبع هدى ربنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حتة مهمة أوي. كفروا بآياتنا دي معنى إيه؟ كفروا بآياتنا معنى إن أنا أقول لك الآية وأقول لك إن المفروض تعمل كذا وأنت تقول إيه؟ لأ مش هعمل كذا. أنت كده كفرت بالآية. معلش يعني ما تقعدش تحور على نفسك. أقول لك آية بتتكلم عن الجهاد وأنت ما جهدتش، أنت كفرت بالآية. أقول لك آية بتتكلم عن الربا وأنت ما فيش في دماغك حاجة، أنت كفرت بالآية. هو ده الكفر بالآية. تمام. حلو جميل. اتكلمنا عن الاوامر اللي في صفحه 7. واياي فارهبون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. عايزين بقى نكمل في الايه 51. اه بص: واذ وعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا اي ايه نزلت في بني اسرائيل خدها على نفسنا، ناخدها على نفسنا. واحد هيجي يقول لي انت كده خيالك واسع قوي، واحنا دلوقتي بنعبد عقول يا عم. اقول لك استنى عليا، استنى عليا. تمام. واذا وعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. تمام. قصه العجل، قصه العجل اللي ذكرت في القران وليها محاور كتيره ولسه هنذكرها بالتفصيل في فيديوهات جايه. تمام. هديك بس نبذه. قصه العجل: سيدنا موسى راح لمقابله ربنا سبحانه وتعالى. تمام. وساب القوم 40 ليلة. القوم السامري خد من أثر الرسول، عمل العجل. قال لهم إيه بقى؟ قال لهم ده إله موسى. ركز معايا. قال لهم ده إله موسى، هو ده إلهنا، هو ده اللي شق البحر، هو ده اللي أنقذنا من فرعون، هو ده اللي غرق فرعون. الناس كلها فاكرة إن هم سابوا إله موسى، إن الناس افتكرت يعني إن هم سابوا إله موسى وراحوا لإله تاني. لا، ده هم كانوا فاكرين لا إن ده إله موسى، فاكرين إن ده اللي أنقذهم. والدليل على كده، ايه الدليل على كده؟ سيدنا هارون لما قال لهم لا الراجل ده بيضحك عليكم،
آه مش هو ده، مش هو ده، ربنا فوق، ربنا اكبر من كده بكتير، ده ايه ده؟ قالوا لا احنا عندنا كده لحد لما يجي سيدنا موسى ياكد لنا المعلومه دي، هنظل عاكفين. تاني اهم حاجه عايز اوصلها لك ايه؟ ان هو السامري قال لهم، السامري قال لهم هنا بقى يظهر دور ايه، دور احبار، دور ايه، دور احبار اليهود دلوقتي والاعلام، الاعلام واحبار اليهود. السامري اقنع قوم موسى ان العجل ده هو الهكم، هو ده اللي شق البحر، هو ده اللي نجاكم، هو ده اللي غرق فرعون. حلو، حلو. وايه، وطبعا من اثر الرسول السحر بقى، رمى على العجل، العجل بقى ليه صوت ومش عارف، في سحر، سحرهم، سحرهم. ضعاف الايمان اتسحروا ومغيبين العقول، تمام، اتسحروا. فانت لو جيت قارنت اللي بيحصل ده دلوقتي، تمام، هتلاقي ان احبار اليهود دلوقتي اللي بيتكلموا بلسان المسلمين بيقنعوا الناس بدين مش هو الاسلام، ملوش علاقه بالاسلام، مش هو ده، يقول له هو ده دين محمد اللي نزل بيه، يا جماعه مش هو ده. الرسول عليه الصلاه والسلام بريء من اللي بيقولوا في التلفزيون، من اللي بيقولوا في التلفزيونات دي واللي هم بيعملوه ده. الرسول عليه الصلاه والسلام لو معانا دلوقتي عليه افضل الصلاه والسلام وشاف اللي بيحصل دلوقتي على حدودنا وعلى حدود البلاد المسلمه، تمام، هيتبرأ مننا كلنا، هيتبرأ مننا. هم عايزين يقنعوك ويدوك فكره ان هو ده اله سيدنا محمد، هو ده، هو ده دين سيدنا محمد، هو ده الدين اللي نزل بيه اللي نزل على سيدنا محمد، وهي دي بس هو ده اللي عندنا من الاخر. طب بالنسبه في 70 ايه في القران بتتكلم عن الجهاد ونصره المسلمين لا احنا ما نعرفش، ما لغيناهم، مش معانا في المنهج، واخد بالك؟ تمام. فهو دورهم ايه؟ يقنعوك ان هو ده الاسلام الصحيح، الاسلام الوسط الجميل، الاسلام الامريكاني. طب انا بقول لك انا مسلم بقالي 8 شهور، انا بتحدى واحد مولود مسلم يغلطني في الكلام اللي انا بقوله ده، تمام، يغلطني في الكلام اللي انا بقوله ده. تمام، نكمل. الآية 53. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الهدى جاي من خلال ايه؟ من خلال الكتاب، ربنا انزل عليه التوراة هدى. جميل قوي. طب ربنا ذكر لنا الايه دي ليه؟ عشان ناخد بالنا ايه الكتاب اللي نزل على سيدنا محمد، القرآن ده الهدى بتاعنا، ده لو بعدنا عنه هنضل، هنروح في 60 داهية. ضعاف البصيرة فاكرين ايه؟ فاكرين ان هم لما يوقفوا السنة كده الموضوع انتهى. الايات واضحة زي الشمس، اللي ما يفهمش الايات كده وهي واضحة زي الشمس ده مغيب، ويقارنها بالواقع اللي هو عايش فيه ده واحد مغيب. بص أنا مش عارف اوصفها لكم ازاي، ما علينا. تمام. يبقى هنهتدي بايه؟ الايه دي بتقول لنا بالقران بتاعنا. حلو، لو بعدنا عنه هنضل. طيب نكمل السوره، الايه 92. بسم الله، كل ده اتكلمنا فيه الفيديو اللي فات، اللي حابب عايز يرجع له. الايه 92، هنا مذكور ايه؟ خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا وقالوا سمعنا وعصينا. ياخدوا ايه اللي اتيناهم بقوه؟ الكتاب اللي لسه نزل على سيدنا موسى ده، اللي هو دلوقتي لو طبقناه على الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هو ايه؟ اللي هو القران اللي نزل على سيدنا محمد. خذوا ما اتيناكم بقوه. طب احنا واخدينه بقوه؟ لا احنا مش عارفين في حاجه، احنا مش عارفين في حاجه، احنا واخدين ايات الصلاه والصوم والزكاه، ماشي، والحج، وشكرا بس كده، والميراث، هو ده الدين عندنا. والقصص ده كده ايه، زي يعني والعياذ بالله زي ما يكون بيتكلموا على ان هي تسليه. تمام، تمام. اربط معايا الايات ببعضها. الايه 94، الايه 94، قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. تمام. ربنا بيقول لليهود ايه؟ لو كانت فعلا الاخره عندكم اهم من الناس والدنيا اتمنوا الموت، اتمنوا الموت. طب ايه معنى الايه؟ لا مش معناها اللي هو الجهاد. لو انت فعلا بتحب الدين وبتحب ربنا وبتحب رسوله، تمام، مش هتحب الدنيا اكتر من الجهاد في سبيل الله. حلو. طيب معنى ايه تاني؟ طب لو جينا طبقناها على الوضع اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي، يعني انا دلوقتي لو جيت قلت لك يا عم سيب يا عم شغلك وبيتك ومراتك ولو كنت متجوز ولا خطيبتك وعيشتك دي كلها، وخد شنطتك يلا يا عم هنطلع على فلسطين،
هتقول لي طب انا لسه ما اتجوزتش، طب انا لسه متجوز جديد، طب انا مش عارف ايه. فهي دي بقى ايه، نقطة ربنا حذرنا منها وقال لنا ان هي موجودة في اليهود وبسبب ضلالهم. حب الدنيا، بص بيعشقوا الدنيا، يخافوا يموتوا. طب نكمل كده الآية اللي بعدها 95 بتقول ايه؟ ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم احرص الناس على الحياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنة. انت هتلاقي ضعاف الايمان والمشركين دول بانواعهم بقى، واخد بالك؟ ما احنا عندنا مشركين كتير، واخد بالك؟ بانواعهم احرص الناس على الحياة، ماسكين في الدنيا، ماسكين في الدنيا قوي. وانا اروح احارب لوحدي، في امريكا مش عارف مين والاتحاد الاوروبي، انا مالي؟ تمام، ولا نقطة تنزل من العرق الجندي البتنجاني، واخد بالك؟ حلو الكلام، حلو الكلام. انا ليه بتكلم بحرقة كده؟ اللي مش متابع يا جماعة، عشان الفيسبوك في مواقع بتمسح الحاجات الحقيقية اللي بتعرض الحقيقة. تمام، مش عايز اقول كلمة غلط البث يفصل كمان. خشوا على تويتر، خشوا على تويتر، شوفوا اللي بيحصل ايه. شوفوا الوضع عامل ازاي دلوقتي في نساء واطفال. خشوا على الوضع عامل ازاي. تمام. نكمل. الآية 96، دي قلناها. ماشي، نخش على الآية 101. الآية 101 بتقول ايه بقى؟ بسم الله. بص بقى، بص بقى اللي انا معلم لك عليه ده. ماشي، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم. بص بقى ايه اللي حصل. نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. رموا الكتاب ورا ظهرهم كأنهم مش عارفين بها، كأنهم مش موجود أصلا. طب تعالى نشوف الآية دي، هل ده فعلا حصل عندنا؟ طبعا، ده طبعا. تمام. طب نتيجة ده ايه؟ نتيجة الناس ترمي الكتاب ورا ظهرها، وعلماء السوء الأحبار دلوقتي يرموا الكتاب ورا ظهرهم. بص النتيجة ايه؟ الآية اللي بعديها على طول بتقول لك ايه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الناس دي لما بترمي كتاب ربنا ورا ظهرها، ما تمسكش في كل آية في بإيديها واسنانها، زي ما الرسول قال لك دينك لحمك دمك. تمام. ايه اللي يحصل بقى؟ الشيطان يعمل دماغه بالبي، يعملها كده حمام لا مؤاخذة. تمام. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وهم كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا. تمام. يعني ايه؟ يعني الشيطان هو بقى اللي هيبدأ يوحي له. يا عم هتقول لي انت هتقعد تقول لي بيوحي له، مش انت جبت الكلام ده منين؟ اثبت لك اثبت لك ان انت لما بتيجي تبعد عن القرآن والايات ربنا، بيبدأ بقى الشيطان هو اللي ايه، يلعب في دماغك. بص يا معلم، سورة الانعام الآية 112 بتقول لك ايه؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا لشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. شياطين الإنس والجن أعداء الدين بيوحوا بعضهم لبعض. زخرف القول غرورا، بيوحوا لبعض زخرف الكلام، اللي هو اللي تلاقيه بالكلام مترتب وهو كله باطل. بتلاقي ناس طالعه على التلفزيون كده بيقول لك كلام بتوع التكوين دول اقرب حاجه لينا. واللي اسمه المتزندق اللي اسمه علي جمعه ده، انا لسه هفضحه لكم دلوقتي. تمام. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. بص شوف بقى، يجي واحد يقول لي طب ربنا سابهم ليه؟ ده ربنا بص، ولو شاء ربنا ما فعلوا، لكن هو سايبهم كده فتنه عشان يغربل الناس، نشوف مين اللي هيبقى متمسك بدينه فعلا ومين اللي هيروح ومين اللي في الضياع. جميل قوي، جميل. طب الآية التانية 113 الأنعام، ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. مين بقى اللي هيسمع للناس دي اللي بتسمع وحي الشياطين دي؟ ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، قلوب الناس اللي ما بتؤمنش بالآخرة.
حابه الدنيا قوي متمسكه بيها، هي دي اللي هتسمع لهم، هم دول اللي هيبقوا المؤيدين بتوعهم، هم دول اللي هم دول اللي هيقولوا دول الصح، انتوا متطرفين. ده مش الدين، ده هو احنا الدين بتاعنا كيوت، ما فيهوش اي كلام من ده، هم بيكذبوا. تمام. بص، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. شوف ربنا بيقول يعملوا اللي هم عايزينه. تمام، حلو، حلو جميل. طب انا عايز دليل مادي من اللي انت بتقوله ده يا عم. انت دلوقتي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الشياطين بتوحي للاحبار اليهود دول واللي بتوع التكوين والكلام ده. تمام. وزخرف القول. اجيب لك دليل. من فترة طلع علينا المتزندق المرتد علي جمعة ده، ماشي، الآية 62. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية 62 قال لك كان في برنامج اللي هو عامله ده، كان في بنت بتسأله هو ليه المسلمين بس اللي هيخش الجنة؟ المدلس المتزندق، تمام، بيقول لها ايه؟ قال لها ايه؟ قال لها ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي واضحة يا بنتي، كلهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المتزندق، تمام، ما قالش للبنت، تمام، الصغيرة، ان اليهودي اللي مات في عهد سيدنا موسى على الدين الصح، دين التوحيد في سيدنا موسى، هو ده اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المسيحي او النصراني اللي مات في عهد سيدنا عيسى على دين التوحيد، تمام، هو ده اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تجيش تكلمني دلوقتي على اليهود والنصارى وتقول لي كلنا داخلين الجنه، يا مدلس يا افاق، تمام، يا متزندق. تمام. طب ليه سقطه تانية؟ الايه 80. الايه 80 طلع الهبل ده يقول لك ايه؟ اجتمع العلماء او اختلف العلماء ان ممكن ربنا يلغي النار. مين العلماء اللي اجتمعوا؟ ما نعرفش. طب مين اللي اختلفوا؟ برضه ما نعرف. هم اجتمعوا واختلفوا مع نفسهم، هم مجموعه اصحاب كده قعدوا مع بعض، اجتمعوا قال لك ان هو ربنا يلغي النار. ده معنى كده ان هو، بص، ده فعلا الشيطان عميق. ده لو واحد قاري القران استحاله الجمله دي تطلع من بقه. بص، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ احبار اليهود كانوا بيقولوا ايه؟ وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. يا الايه، تحس الايه لسه نازله امبارح. تمام. يعني بس ايه؟ انك بقى مؤدبين، قالوا لك احنا هنخش يومين ثلاثه. ده بيقول لك مفيش خالص. ده قال لك هو ربنا احتمال يشيلها خالص، يعني ربنا غفور رحيم. تمام. ما قالش ان ربنا عزيز انتقام شديد العقاب. تمام. لا يحب الكافرين. تمام. كده نكون خلصنا النهارده كده عشان ما اطولش عليكم. تمام. آه اللي يا جماعه اللي يتعلم حاجه في الوقت ده يعلمها لاخوه. اللي يتعلم حاجه الوقت ده اشد وقت الناس عايزه تتعلم. تمام. اللي يتعلم حاجه يعلمها لاخوه. تمام. بس اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.